اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. وبتمنى كل حاجه بقدمها لكم ان شاء الله تكون سهله لكم وبسيطه، وبتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم ان شاء الله في التعليقات. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه كده جديده بقى، زي ما بيقولوا بقى كده بنغيب وبنرجع بهيبتنا. النهارده هنعمل فراخ سهله تحفه جدا. اليوم ده انا كنت فيه تعبانه. انا عايزه اقول لك عملت الفراخ دي، بصي ما خدتش معايا وقت خالص ولا وقفت كتير كمان في المطبخ. عملتها بتتبيله جميله. بصوا شكلها اللهم بارك، شكلها جميل جدا كأنك شويها بالظبط على الفحم مع انها مشويه في الفرن. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويلا نشوف باذن الله المقادير بتاعتنا والوصفه دي احنا هنعملها ازاي. بصوا بقى العظمه دي شكلها جميل قوي. بصوا محمره جدا مشويه وطعمها كان فوق الخرافه. هنعملها بطريقه سهله جدا. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده ونخش بسرعه على المقادير. معايا هنا فرخه يا جماعه، فرخه كبيره انا مقطعاها على 12 حته كده. هنبدا بقى نعمل تتبيله مع بعضينا. التتبيله سهله جدا، مكوناتها موجوده عندنا في اي بيت يعني. بصوا سهله جدا والطعم بقى خرافه مش عايزه اقولك. هنحط معلقه كبيره هنا كده من صلصه الطماطم اللي هي المعلبه، وهنحط معلقه كمان من المستردة، ومعلقه من الصويا صوص، ومعلقه كمان من دبس الرمان. عايزه اقولك ان الصوصات دي يا جماعه فعلا بتفرق جدا في اي تتبيله انت بتعمليها. بتودي كده الحاجه اللي انت بتعمليها دي في حته تانية خالص. انا هنا هستعملها مع الفراخ زي ما انتم شايفين. هنحط كمان كده معلقه اللي هي معلقه كبيره كده من الصوص صوص زي ما اتفقنا، والدبس الرمان والمستردة. معلقه كمان من الخل، بس معلقه كبيره حلوه كده. وهنحط كمان هنا عصره ليمونه كامله زي ما انتم شايفين كده. ودي هتكون معايا المواد السائله كلها. هنبدا بقى نحط على المواد الجافه اللي هي التوابل اللي ذات نفسها. هنتبلها بتتبيله بسيطه جدا، توابلنا اللي موجوده عندنا في كل مطبخ. هنجيب كده ملح، هنحط معلقه ونص كده حلوه من الملح، معلقه طبعا نص صغيره. تمام. وهنحط كمان معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود. وهنحط كمان توم باودر وبصل باودر. طبعا عشان انا هحط التوم والبصل باودر عشان انا مش هحط لها بصل خالص مبشور، فانا مدخله كل حاجه باودر عشان عايزه كده التتبيله تبقى حلوه كده ناعمه على الفراخ، ما تكونش فيها اي مثلا حاجات خشنه فتحس ان هي مع الشوي بتتحرق. هحط كمان هنا معلقه كمان كبيره من اللي هي البهارات الفراخ. زي ما انتم شايفين البهارات دي يا جماعه بتتباع عند اي عطار، فعلا جميله قوي وطعمها حلو قوي، بتفرق قوي في طعم الفراخ ذات نفسه. هحط كمان معلقه كمان صغيره كده من البابريكا، وكمان معلقه صغيره من الروزماري زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى نخلط كل المكونات دي في بعضيها كده، وكمان معلقه يعني بصوا فيما يعادل ربع كده كوبايه من الزيت، فنجان صغير بتاع القهوه مش كبير. هنبدا بقى نخلط كل المكونات دي في بعضيها زي ما انتم شايفين كده. وبس كده، دي التتبيله بتاعتنا معانا النهارده، ما خدتش معانا وقت خالص نهائي. وكمان عايزه اقولك ان في اليوم ده انا كنت فيه تعبانه وكنت صاحيه كمان متاخر، فيعني دوبك فكيت الفراخ بس كده بسرعه في شويه ميه جاريه يعني، بشويه ملح، وتبلتها زي ما انتم شايفين كده، وشويتها على طول. يعني انا كمان ما سبتهاش تتبل، لان انا زي ما قلت لك انا كنت صاحيه في اليوم ده متاخر، وكان المفروض ان انا ميعاد غدا، وكان خلاص ان انا ايه المفروض ان انا احضر الاكل عشان الغدا. هبدا ان انا اتبل كده الفراخ في بعضيها. طبعا انا عملتها في وقتها على طول، لو انت مش مستعجله عليها تقدري انك تحطيها في التلاجة مش اقل من مثلا يعني اي وقت انت تحبيه، ساعه ساعتين حسب وقتك انت. وكمان بقى لو بيتيها كمان من بالليل كده عندك في التلاجة بتبقى حلوه قوي. انا عملتها في وقتها والله العظيم الطعم كان جميل جدا كاني كنت متبلاها من قبليها، لان التتبيله قويه جدا على قد ما هي بسيطه على قد ما هي قويه جدا. ستت في الفراخ على طول، وادتني طعم خرافي الصراحه يعني. هبدأ ان انا ارصها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا هنشويها في الفرن، فعشان كده انا من ساعه ما بدات تتبيله الفراخ معايا انا كنت مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 220. طبعا لازم تحطيها في فرن سخن جدا عشان تاخد الصدمه بتاعتها. طبعا هنا بقى كيلو القرنص اللي معايا انا تبلتها كده برضو في الاخر خالص عشان ما تتريش. والتكايه هنا عشان ما تنشفش معاكي اثناء ما انت بتسويها في الفرن، ان انت بتحطيها تحت الفراخ كده، بتخبيها يعني كده تحت الفراخ عشان ما تنشفش معاكي. وبس كده بتدخليها بقى الفرن لمده ساعه بالظبط. هتطلع معاكي جميله قوي. انا ما غطيتهاش على فكره كمان بورق فويل ولا اي حاجه. انا بحطها في الميكرويف بس بقول عليها من تحت شويه، وبعد كده في الاخر بشغل عليها من تحت ومن فوق عشان بس تاخد الوش بتاعها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كان شكلها جميل جدا. فعلا كانت جميله سهله، اكله سريعه كده ما خدتش معايا وقت خالص، لان انا فعلا ما لحقتش اتبلها زي ما انا كل مره كده ببقى بتبلها. فانا عشان كده عملتها بسرعه كده زي ما انتم شايفين. بس والله الطعم كان فعلا تحفه قوي وكان جميل جدا، وكانت كانك شويها بالظبط ومتبلاها من قبلها بكتير. بصوا انت كان ممكن تحطي فيها تريكات اللي هي الفحم دي، بس عشان انا كنت مش قادره اقف الصراحه، فعشان كده انا عملت بس كده بالطريقه دي.
وعملت جنبيها كده شويه مكرونه، وكانت هي دي كان غدانا ساعتها يوميها. عايزه اقولك ان الفيديو ده متصور بقاله كتير قوي، بس انا فعلا ما كنتش عندي وقت خالص ان انا امنتجه واصوره لكم وانزله لكم. ده كان الشكل النهائي بتاعها. بتمنى ان يكون الفيديو والتتبيله عجبكم جدا. بتمنى برضو ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات. فعلا اكله بسيطه جدا، ما خدتش معانا وقت، وكان الطعم خرافه. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. هستنى بقى رايكم في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.